عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجهودكم وعظم الله رجولكم ومصاب سيدنا ومولانا الحمزة بن القاسم عليه السلام. دكتور عدنان، انتم تقدمون هاي الخدمة الجليلة للزوار واحياء الذكرى، فكلمة بهاي المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. معزي صاحب العصر والزمان بوفاة الإمام والمراجعين العظام والعالم الإسلامي وبالأخص السيد السيستاني أطال الله ظله، وبهذه المناسبة أهالي الحمزة في كل سنة يكونون خدام للمعزين بمناسبة وفاة الإمام أبا يعلى الحمزة بن القاسم عليه السلام. حضرتكم أنه أحد مؤسسي هذا الموكب، موكب عبد الله الرضيع، وأنتم تدخلون هاي الخدمة على سنوات طوال. يعني أنه مدى استعدادكم، يعني باكر تبدي 1 محرم وزيادة 40، مدى استعدادكم لهذه المناسبة؟ نحمد الله ونشكره انه وفاة الامام الحمزة هي فاتحة باب الى شهر عاشوراء وصفر، فلذلك المواكب هي راح تكون اشبه بالبروفة لشهر محرم وشهر صفر. هذين الشهرين العظيمات كنا هذه الشهرين اغلب العالم انه شهرين ثقيلات، في حين احنا نسميه هسه ربيع كل عام. ربيع الاسلام بالضبط، ربيع، وبالذات الشيعة واتباع اهل البيت عليهم السلام. بارك الله فيك دكتور عدنان، عظم الله اجوركم ان شاء الله يحسن. الله يستر اجوركم ويثوبكم. احنا كل سنه نتعطش لهذا اليوم حتى نخدم المعزين بوفاة الإمام الحمزة عليه السلام. بارك الله فيك، نشكرك.